ورحمة الله وبركاته. في فيديو جديد من فيديوهاتنا. جالي سؤال على البث المباشر ألا وهو عايزني أقول له إزاي تعتني بكتاكيت عمر يوم، كتاكيت السمان عامة يعني. طيب أنا قلت قبل كده فيديو بس طبعا الفيديو عدى عليه فترة فهو سألني فقلت أقوله تاني وكده. أنا هقولها لك بطريقة بسيطة جدا بأسهل الحاجات. أول حاجة أنت هتحتاج مسقة بغبغانات عشان ما يغرقوش. تمام. بعد ما تحتاج مسقة بغبغانات تحتاج أي حاجة تحط فيها الأكل إن شاء الله لو غطا. بس أهم حاجة الأكل هيبقى بادي ناعم 23% نيو هوب. بعد كده هتحطه في الكبة أو الخلاط أو أيا كان حاجة تفرمه فيها. تمام. بعد كده يستحسن لو هما كمية تمام يستحسن انك ترش جير مطفي. وبعد ما ترش جير مطفي تجيب نشارة خشب ناشفة او خشنة وترميها في الجير على الجير المطفي. بعد كده هتبدأ بعد ما تحط لهم الاكل والمية، المية طبعا هتملاها في الاول، هتحط فيها شوية سكر، هتحط معلقة سكر على لتر مية، مية. تمام. وبعدها تبدأ تصب. بعدها بعد 3 ساعات هتشيله وتحط معدية او تستقبله بمحلول معالجة الجفاف. تمام. الكلام ده هتعمله لمدة 3 ايام. اما بالنسبة انك تفرم الاكل هتعمله لمدة 10 ايام. طبعا هتحطه في ايا كان هتحطه فيها. هتحط لمبة فوق تحاول تقفل المكان. تمام. وتحط لمبة مثلا 15 واط او 30 واط او 40 واط، متكترش اكتر من كده. تمام. بعد كده هتبدأ تشوف اذا كان سقعان ولا لا. اللي هو هتشوف ازاي؟ هتبدأ لو هما او بالويم كده لو هما متجمعين تحت لمبة تمام يبقى كده هما سقعانين. لو كلهم متجمعين تحت لمبة يبقى هما سقعانين. لو متجمعين بعيد عن اللمبة ومتفرقين تمام بعيد كل واحد في ركن شكل يبقى كده هما حرانين. تمام. هتبدأ بقى تظبط الدنيا. لو سقعانين هتعلي اللمبة شوية، لو حرانين هتبعد اللمبة هتقللها، الكلام ده كله. طيب بعد كده فيما بعد هتبدأ تعمل ايه؟ هتبدأ بعد ما تظبط اللمبة هتبدأ تشوف بعينك هل هم متفرقين في كل حتة وبيلعبوا وبيجروا كده خلاص يبقى ايه درجة الحرارة ممتازة. طيب ده بالنسبة لأول 10 أيام. الكلام ده برضو هتعمله لو في أي كتاكيت مش كتاكيت السمان بس. تمام. بعد 10 أيام هتبدأ تعامله عادي جدا، تحط له البادي الناعم لغاية عمر 25 يوم. بعد كده لو انت عايزه بياض تديله بادي بياض. تمام. وبس كده يكون اصلا كل حاجة تمام، كل حاجة فل بالنسبة له. طبعا الفيديو النهاردة انا عارفه صغير، لو احتجتوا اي حاجة كلموني اكتبوا في التعليقات اي حاجة من دي. كده يكون الفيديو خلص. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.